حلويات العيد من عند أشهر وأغلى محل باللاذقية. شو صارت الأسعار؟ كملوا الريل للأخير، احفظوا وبعتوا لرفقاتكم وخلونا نشوف التجربة كاملة. حلويات البحر. فاتورة حانت لحظة الحقيقة. رح نبلش بمعمول الفستق. بيجي الباكج بهذا الشكل، كل حبة مغلفة لحالها. فستق البحر، خلونا ندوق نجرب. بسعر 290,000. شايفين الفستق؟ نحن شو بهمنا دائما النكهة لذيذة، بس بتذكر الفستق كانت أطيب من هيك. نشوف غير نكهات. معمول الجوز كله نفس التغليف بنفس الطريقة. سعر الكيلو 165,000. غير لون. وهي حبة معمول الجوز من عند البحر، وأكيد مدللة بالحشوة. طبعا هو غالي بس جودة المواد كتير واضحة بالغراض. الماء زهر مع الجوز مع السكر المعتدل مع السكر الخفيف على العجينة مع نكهة العجينة كتير طيبين. طبعا بتفوز على معمول الفستق، كتير أطيب بمراحل. طبعا ذوق شخصي، تجربة شخصية، ما ضروري تعمم. مشكل عربي، وهذا الكيلو ب400,000. خلونا نشوف شو في جواتهم. ريحة السمن العربي مو طبيعية، كتير الريحة طيبة، بس بيهمنا نجرب. يلا انسوا كل شي راح وركزوا لي بهالتشكيلة. طبعا هي الأنواع الموجودة بالنص كيلو أو الكيلو بتختلف الكميات. هي مجرمة غالي ايه. طبعا هلا هن كلهم طيبين الأنواع، بس المبرومة كتير مميزة جدا رائعة. الكرابيج، وهي من الحلويات اللي بتتميز فيها محافظة اللاذقية، اللي أساساً أصل لاذقانة، هي والجزرية وشغلات تانية فيديوهات أنا منزلتها، روحوا شوفوها. كرابيج من عند البحر، سعر 165,000. سعر الكيلو برجع بقول هذا نص كيلو. الريحة كتير لذيذة، بيهمنا نجرب. طبعاً بالعادة بيحط معها علبة ناظف، بس هلأ نسيان مو مشكلة، بنشتري وبنجربها سوا. بعد ما اشترينا الناظف خلونا نجرب كرابيج. بتلاقوا الناظف بمحلات الحلاوة لأنه هو أساساً من نفس المكونات. شي كتير لذيذ، من أطيب الشغلات اللي عنده. الكرابيج رائعة، ما عليها حكي، ممتاز. شو بتشتروه من عند البحر؟ أنا برأيي بذوقي الخاص الحلويات العربية كتير كتير، يعني أطيب حلو عربي ممكن تاكلوه باللاذقية. بعدين الكرابيج، بعدين معمول الجوز، بعدين معمول الفستق. شو رأيكم انتم؟ اكتبوا لي، ابعتوا الفيديو لرفقاتكم واقترحوا لي إذا في عندكم أماكن ظريفة وأكل جميل، اكتبوا لي بالتعليقات. جايبت لكم أسعار السنة وأسعار هديك السنة. طبعا بتلاقوا إنه أغلى بالدولار وأرخص بالسوري، وهذا الشيء ما لازم يكون، يعني بالنسبة لأسعار هلأ والتكاليف وهيك لازم يكون أرخص من هيك. بالنهاية كل مكان بيقدر وبيسعر على ذوقه، ونحن حرين نشتري أم لا. شو رأيكم بأسعار السنة؟